السلام عليكم. غنعاود لكم اليوم القصه ديالي وكنتمنى انكم تسمعوها حتى الاخر. الاسم ديالي حميد. كنت واحد الانسان اللي قريت كما كسائر الشباب. خديت واحد الدبلوم، بديت حتى انا كنشق الطريق ديالي باش اني نقلب على شي خدمه. فعلا المهم بقيت كنقلب سول هنا سول هنا. نتوما راكم عارفين الوضع كيفاش داير. ما كتبش نخدم في داكشي اللي كنت كنحلم به، وني تلقى واحد الشركه اللي المهم بدون ذكر الاختصاص ولا سميتو، واحد الشركه اللي كتدعي فيها الخدمه بالليل وبالنهار على حسب الشيفت. المهم دخلت لديك الشركه، واخا انه كان واحد الصالير اللي هو الصراحه ما كيشجعش، اللي نقدر نقول لكم 1300 درهم للشهر. وفي الخدمه كبدايه كان خصني ندخل انني ستاجير، يعني ماشي مع نخدم. صافي بديت مع ديك الشركه، دوزت داك الستاج، عجبتهم الخدمه ديالي. صافي يعني بديت معاهم، سنيت معاهم الكونطرا وبديت الخدمه، توكلت على الله. بقيت غادي خدام، يعني الخدمه ديالي على اتم وجه، اللي طلبوه مني تنديرو. المهم سيري الحال جي الحال، غادي نتعرف على واحد السيده هي نيت تقريبا معايا في الخدمه. صافي بقينا بحال هكايا، السلام لاباس بخير، مره كنهضروا مره كنضحكوا من هنا من هنا. صافي بحال اللي قلتو طورات العلاقه بيني وبين ديك السيده. عاودت لها على الماضي ديالي، عاودت لي على الماضي ديالها، وبلي ديجا كانت مع شي واحد، مهم الى اخره. انا صافي قدرت الظروف ديالها، والسيده بحال اللي قلتو عجباتني وجاتني على الكانه كيف ما كنقولوا. قلت نتوكل على الله، علاش لا. فعلا الناس اللي دايرين بينا، ولا بالاحرى الناس اللي قراب لينا، لا انا لا هي، بحال اللي قلتو شاركنا معاهم داك الخبر ديال اننا راه قررنا اننا نتزوجوا الى اخره. والصراحه كلهم جاو معنا في الصف، كلشي قلنا الله يكمل بالخير وغير زعمو توكلوا على الله والى اخره. المهم الهضره الزوينه. فعلا الخدمه عطاتنا تقريبا واحد 10 ايام بحال الكونجي. حنا نضنا درنا العرس، تزوجنا، مشينا سافرنا انا وياها. يعني فهمتوا، دوزنا بحال نقولوا كي تيقولوا شهر العسل. صافي فاش رجعنا للخدمه فرحوا بينا الناس ديال الخدمه كذلك. لقيناهم دايرين لينا واحد الكادو، جمعوا لينا الفلوس. فهمتوا يعني امور لحد الان كانت غادا مزيان وعلى بساط الريح كما تيقولوا. كما قلت لكم، من بعد ما رجعنا للخدمه واحد الخطره كنا مشينا لواحد الاداره خدمنا فيها. خدمنا جا عندي السوبرفيزور، قال لي واش ما دواش معاك الباترون؟ قلت ليه لا صراحه ما صوناش ليا. وعلى العلم انه هاد الباترون كنت تقريبا بحال انا دراعو اليمين، يعني كيعول عليا وديما كان كيقول لي ديك ديال راه انت راه غتبقى ديما معانا والشركه راه بيك باش غادي هذيك الهضره وغادي نتهلا فيك. المهم الى اخره الى اخره. صافي السوبرفيزور قال لي راه غادي نمشيو من هاد البلاصه اللي حنا خدامين فيها دابا، راه غادي نديبلاصو لبلاصه اخرى. صافي حنا في الطريق وحنا غاديين، بما صونا ليه ليكيب الاخر قال لي ودي راه المهم راه نساو شي لعيبات ما جابوهمش ليهم، خص السوبرفيزور هو اللي يديهم ليهم اللي كاين معاه. صافي حنا غاديين في الطريق، المهم قال لي ودي راه غادي نمشيو نطرقوا هاد لابارتومون، راه هي فين حاطين السلعه ديال الشركه وداك الشيء، باش نهزو من هذاك الشيء اللي محتاجين الخدامه ونكملوا طريقنا انا وياك. بحكم انه كما قلت لكم كانت خدمتنا فيها الليل والنهار، انا كنت ديك الساعه غادي نسالي الشيفت ديالي بالليل. صافي فاش مشينا لديك لابارتومون قلت لها ودي، قلت ليه السي فلان كون غير تخليني انايا نبات هنا وانت تمشي تكمل السيرفيس ديالك هنا قريب ليا، وانت غادي تمشي تسالي، يعني غادي تدور على الدراري من بلاصه لبلاصه اللي خاصها شي حاجه. يعني حبذا لو تخليني نبات هنا احسن ما انني نمشي نتجرح حتى للدار. حتى هو وافق زعما ما عارضنيش ولا شي حاجه. صافي دخلت حيدت حوايجي، حيدت صباطي، غسلت رجلي ودخلت تكمشت في حالتي بلاصتي. واحد اللحظه وانا كنت ناعس في بلاصتي، كنت كنحس بالباب ديال البرطمان تحل، وبقيت كنتسنى ياك ماشي واحد من الدراري الخدمه ولا السوبرفيزور رجع
نسى شي حاجه ولا. المهم شويه كنسمع الهضره والاصوات ديال تقريبا جوج د الناس داخلين للدار. وفاش بدات كتوضح الصوره او بالاحرى يعني بديت كنستوعب شكون هادو اللي كيهضروا. كنكتشف باللي كاين الباترون وواحد صاحبو اللي كنعرفو، حتى انا كنعرفو. باش نقربكم الصوره اكثر، كانوا ناشطين شويه وكيضحكوا وكيخسروا الهضره مع بعضياتهم، المهم زعمين على بعضياتهم. ولحد الساعه مازال ما عرفوني بلي انا راه كاين في الدار وغير نتكي. بقيت كنقول شنو اللي غادي ندير، واش نخرج بلا ما يفيقوا بيا ولا ندير الحس عادي. بقيت مكوانسي في بلاصتي لواحد المدة تقريبا، وشويه وانا نجمع الوقفه باش نخرج في حالي. ويا ريتني ما نطش، يا ريتني بقيت في بلاصتي. تخيلوا معايا خوتي، كنلقاهم في واحد الوضعيه اللي لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي اللي نقدر نقول لكم، لدرجه حتى الشرويطه ما كاينه فوق ذاتهم بصالح العباره. الباترون فاش شافني بدا كيغوت وتيسب وكاين عليا والديا بحال انني داير شي حاجه، فهمتوا يعني. فاش انني حصلته هو وصاحبه بحال بقى فيه الحال وما رضاش، المهم الى اخره. انا بداك الاحراج وديك الصدمه اللي وقعت لي في ديك الساعه، خرجت غير بسنطالتي للزنقه. بغيت باقي غير نخرج، بقيت غادي كنتمشى سير حتى بان لي واحد مول الديطاي كيبيع الكارو دوك المهم جلست حداه وانا ناخذ عنده كارو، مع العلم انني راه ما تنكميش، يعني ما تندير حتى شي بلي الحمد لله. وبقى كيسولني هذاك خونا مالك ياك لاباس. بقيت كنقول ليه غير الساعة ولا طالع ليا غير الدم وصافي. بقيت جالس تما حتى صباح الحال وانا جالس وتنفكر. صافي فاش بدا كيبان الضو وانا نصوني للدراري صحابي اللي في الخدمه، دزت لي عندهم اللوكال ديالهم فين كيكونوا، خديت عندهم صباط باش مشيت لخدمتي عادي كأن شيئا لم يكن. فعلا جا عندي باترون داك الصباح قال لي اسمع ولدي، داكشي اللي شفتي البارح دير بحال ما عمرك شفتيه، وإلا مشى حتى شي واحد ساق الاخبار غنمحيك من هذا الوجود باش نكون واقعي معك. هكا قال لي بصراحه العباره، قال لي غادي نفنيك. قلت لي انا ما شفت والو ما سمعت والو، ما كنتش كاع انا تما داك النهار. اش نقول لكم اخوتي، ما نقدرش نقول حتى شي حاجه، ما نقدرش نهضر، حيت غتسولوني علاش. نقول لكم هاد الخدمه هادي ما لقيتها انا غير بمشقه الانفس. يعني بقاو عندي دوك التساؤلات ديال لا ولا جراو عليا فين غادي نمشي، وشكون الشركه اللي تقبل بيا وعندي التزامات وعندي مصاريف ومهم الى اخره. كنلقى هاد العذر لراسي. شداتني واحد الدهشه، سالا معايا الجماعه في التليفون، سير خود لك واحد 3 ايام. هكا قال لي سير خود لك 3 ايام بدل الجو مع راسك ونسى هادشي اللي وقع وعاود رجع للخدمه. فعلا مشيت للدار، قالت لي المدام مالك ياك لاباس. قلت لها والو، غير تناقشت مع واحد خونا في الخدمه والباترون جاد عليا بواحد 3 ايام ديال الكونجي، قال لي سير ارتاح فيها. دازت ديك 3 ايام بسلام تام، رجعت للخدمه ديالي كباقي الايام عادي جدا. هو يصوني لي الباترون قال لي شوف السي حميد، عندي شي فيديوهات ديال المدام ديالك في شي وضعيات ما هماش. الا مشيتي حتى قلتي لشي واحد شي حاجه ما تلوم غير راسك. غادي تقول لي كيفاش تدوى معك بهذه الطريقه وهو قبل 3 ايام قال لك سير ارتاح ونسى هذا الشيء والى اخره. السيد فاش ولا في الخدمه كيشوف شي واحد شاف فيه شي نظره ما هياش ولا غير تغمز عليه شي واحد كيقول صافي راه انا مشيت قلت لهم داكشي اللي شفت ديك الليله. قال لي الفيديوهات ديال المدام ديالك غادي نشرهم في كاع مواقع التواصل اللي تتعرف في الحياه ديالك، كاع المواقع اللي يطيحوا لك في البال غادي تلقى فيهم داك الفيديو. انا بديك الصدمه قطعت عليه وانا نصوني لمراتي ديك الساعه، كنصوني ما كتجاوبش. شويه الطيره ديالها طفى بمره حتى لديك العشيه.
وانا نصوني للاخ ديالها، سولتو عليها قلت له الخوادريه ديالك فينا هي، راه كنصوني ليها وهادي ما كتجاوبش. تا هو جاوبني في البلاصه قال لي راه يلاه جات لعندنا شنو درتي ليها، راه ملي دخلت وهي سد عليها في البيت وكتبكي، ياك ما ضربتيها ولا شي حاجه. قلت له ودي راه غير كنا مناقشين واحد النقاش بسيط، انا ديك الساعه ما كذبش عليكم، ما بقيتش حتى شي واحد نسيقو الخبر حتى نعرف منها هي شنو اللي واقع وشنو اللي فراسي وشنو اللي ما فراسيش، عاد ديك الساعه اللي كان ما يتقال نقولو. دازت واحد يومين خليتها ترتاح بينها وبين راسها، دازت يومين بالحساب وانا نمشي عندها للدار، هي ما بقاتش كتمشي للخدمه. المهم ما مشاتش للخدمه ديالها ديك يومين، حاولوا دارهم يتصلوا بيناتنا باش يصلحونا. الاصدقاء ديالنا في الخدمه كيصوني وياك لاباس، شفناكم بجوجكم ما جيتوش وكيسولوا، كنقول لهم غير مشاكل عائليه وصافي. ديك اللحظه انا بغيت غير نعرف شنو واقع، والهضره اللي قال لي الباترون باقا ليا في راسي وهي ما باغاش تهضر معايا، يعني فهمتوا. تلفت ما عرفت اش غندير. من بعد ما دخلوا العائله ما بيناتنا قررنا نخرجوا انا وياها لبرا باش تعاود ليا اللي كاينين، ما كانتش مرتاحه ولا شي حاجه. قلت لها قولي لي اش واقع، قالت لي انا ما نقدر نعاود لك والو، ما نقدرش، قالت لي تنتخيل انني كنعاود لك. الحاجه الوحيده اللي كانت قالت لي وبقات في راسي ديك الساعه كتقول لي ربي غادي يخلص وربي غادي يجازي على هادشي اللي دار. صافي اتفقنا انا وياها باش هادشي اللي طرا يبقى بيناتنا وما نسيقوا الخبر حتى شي واحد، ونخرجوا من ديك الخدمه نعطيوها باتساع كاع حنا نخليوها ليهم، نبداو حياه جديده بحال ما وقع والو. بدلنا المدينه، كرينا بيت وكوزينه مع الجيران. ولكن اخوتي ما نكذبش عليكم، من ذاك النهار وانا كنشوف صورة الباترون قدام عيني. بعض المرات كنشوف الصورة ديالو فيها هي في المدام ديالي، لدرجة حسيت بواحد الحقرة خايبة بزاف اللي ما نتمنى حتى شي واحد. تخيلوا حياتي تقلبت 360 درجة، وصلت لواحد المرحلة انه حتى داكشي اللي حل ربي بيني وبين مراتي ما بقيتش كنقدر نديرو. يعني ديما فاش كنبغي ندير شي حاجه كيبان لي هو قدامي، ما تنقدرش. يعني وصفت ان لحد الان انا مازال ما كنتش عارف بالضبط شنو اللي وقع بينه وبين مراتي. داك السيد ما بقيتش عارف شنو دار لي في الحياه ديالي، يعني لدرجه بحال ولا هو مسير لي عقلي ولا ما عرفتش كيفاش غادي نوصف لكم. انا ومراتي كنا درنا واحد الاتفاق من بعد ما قدرناش نستقر في العلاقه، يعني علاقتنا تخربقات. قررنا انه نكملوا حياتنا، نحاولوا ننساو داكشي اللي وقع، وإلا ما قدرناش نتفارقوا وكل واحد يشد طريقه. بمع العلم انه انا راه تنبغي مراتي ديالو بصح وباغيها وكل شيء، ولكن اخوتي ما كنقدرش. كان عياما ندير عين ميكا وخرجت من الخدمه وسمحت في المدينه وبعدنا وكل شيء، يعني هادشي على وديته، ولكن ما قدرتش اخوتي، ما كذبش عليكم. وليت كنحسب داك الباترون بلي راه اغتصبني انا ماشي مرتي، انا اللي تغتصبت. غادي تسولوني على شنو وقع بالضبط لمراتي، غادي نقول لكم انها كانت خدامه في ديك الشركه من داك الجانب ديال دوك الناس ديال التنظيف، صحابات الميناج. من بعد ما شفت انا ديك الليله اللي حضرت ليها، من بعد ما شفت الباترون هو وصاحبه في ديك الوضعيه اللي ما هياش، باش انه يضمن شويه الحمايه وشويه الامان لراسو، هو تيقول لها راه كاين واحد الخدمه في واحد لابارتمون غادي نديك تجمعيها او تسيقيها، المهم دير فيها الميناج. تخيلوا اخوتي هذيك هي الفرصه اللي غادي يلقى باش انه يتكرفص عليها ويصور ليها فيديو ويخلي عنده باش يبقى يهددني ويهددوا بها. غادي تقولوا لي علاش ما مشيتيش تدعيه وعلاش هي ما مشاتش تدعيه، لكن مادام ديالي اليومنا هذا باقا خايفه، حيت هادشي ما دازش عليه بزاف، باقا خايفه. ديما كتقول لي انا راه خايفه منه، ان ندعيه لله، وفعلا حنا دعيناه لله سبحانه وتعالى، هو اللي غياخذ فيه الحق. كنتمنى انكم
تعطوني شي نصيحة اللي تكون خفيفة شوية على القلب. وشنو اللي كيبان لكم الصواب في هادشي؟ شنو اللي خصني ندير؟